أهلا فيكم مرة ثانية، وخبر محزن نوعا ما لعشاق هذه المسلسلات التركية. وهنا طبعا أتكلم بالخصوص عن مسلسل البراعم الحمراء، مسلسل حجرة ورق مقص، ومسلسل رائحة الصندوق. وأكيد أتكلم عن الناس المتابعين لهذه المسلسلات في نسخهم المترجمة. فكما تعلمون أكبر موقع حاليا، موقع عربي الذي يقوم بترجمة المسلسلات، هو موقع قصة عشق، هو الذي يقوم بترجمة هذه المسلسلات. ستجدون مواقع أخرى تقوم بتنزيل المسلسلات مترجمة، ولكن أغلب هذه المواقع فقط تأخذ الحلقات من موقع قصة عشق وتقوم بإعادة عرضها على مواقعها. فهذا يعني في حال مثلا قصة عشق توقف عن ترجمة مسلسل ما، فهذا يعني أن هذا المسلسل لن يكون غائب فقط على قصة عشق، ولكن سيكون غائب في جميع هذه المواقع، لأنه مرة أخرى هذه المواقع فقط تأخذ الحلقات من قصة عشق. وهذا شيء أكيد يعني يعتبر سرقة نوعا ما لمجهود العاملين في موقع قصة عشق. وهذا يجعلني أتكلم عن مصير مسلسل البراعم الحمراء، حجر ورق مقص، ورائحة الصندوق، لأنهما الآن يعتبرون هم أقل 3 مسلسلات مشاهدة الموسم الماضي في موقع قصة عشق. وبالتالي هذا يعني في حال أنهم ظلوا الأقل مشاهدة هذا الموسم، أيضا غالبا قصة عشق سيتوقف عن ترجمة هذه المسلسلات. أظن أنهم في السابق لمحوا بأنهم سيقومون في الغالب بتوقيف ترجمة مسلسلين، يعني غالبا مسلسلين من هذه الثلاثة غالبا لن يتم أو لن تتم ترجمتهم على موقع قصة عشق. كيف يمكننا طبعا أن نوقف هذا التوقيف أو هذا الإلغاء لترجمة هذه المسلسلات؟ طبعا لو كنتم من متابعي المسلسلات على موقع قصة عشق، بإمكانكم طبعا أن تراسلوهم على حساباتهم الرسمية، سواء على الإنستغرام أو على تويتر، أو بإمكانكم طبعا، وهو الأمر الأسهل، مشاهدة المسلسلات على الموقع الأصلي لموقع قصة عشق. لو رحتم على حساباتهم الرسمية على السوشيال ميديا ستجدون الرابط الصحيح. سأحاول أن أضع لكم أنا أيضا الرابط تحت في أول تعليق للناس اللي طبعا ما عندهمش أي فكرة عن الموقع الأصلي لموقع قصة عشق. وحاولوا أنكم تشاهدوا المسلسلات من على الموقع لو حابين انهم يستمروا في الترجمة، لانه لو وقفوا الترجمة ستتوقف على المواقع الاخرى في الغالب، لان كما قلت مرة اخرى هذه المواقع فقط تسرق من قصة عشق. باختصار هذا هو الخبر الجديد بخصوص هذه المسلسلات الثلاثة. بالنسبة لحجر ورق مقص، اظن انه اصلا متوفر على شاهد، ويمكن حتى رائحة الصندوق أيضا متوفرين على شاهد، ولكن لا أعلم إذا كانوا متوفرين على شاهد بالمجان أم لازم يكون عندك حساب VIP. ولكن يعني هذه المسلسلات الاثنين على الأقل متوفرين، حتى لو تم توقيف ترجمتهم من على قصة عشق. بصراحة أظن أنهم يعني سيتم توفيرهم يعني بشكل ما، او اذا عندكم طبعا اشتراك على شاهد بامكانكم اكيد متابعه المسلسلات بالترجمه او حتى بالدبلجه. ولكن بالنسبه للبراعم الحمراء فلا اظن انه متوفر على مكان اخر غير قصه عشق في الفتره الحاليه. عموما باختصار هذا هو جديد بالنسبه للترجمه او بالنسبه للمسلسلات المترجمه حاليا. وفي حال كان توفر اي خبر جديد من قبل فريق قصه عشق اكيد ساشاركه معكم في القناه. باختصار هذا هو خبري في هذا الفيديو. شاركونا رايكم، توقعاتكم للمسلسلات التي ربما ستتوقف، واكيد لا تنسوا انكم تخلوا لايك للفيديو، خلوا تعليق تحت الفيديو، واشتركوا في القناه اذا لسه مش مشتركين، وفعلوا زر الجرس حتى يصلكم اشعارات بكل فيديوهاتنا. واشوفكم في فيديو جديد.